مبسوط. مساء النور اخويا. مساء الخير. مساء الخير دكتور طارق، اهلا بكم في برنامج بي وداس. طبعا هو بدايه او عمليه احماء لبطوله اليورو. هيا جاهزين ان شاء الله. جاهزين؟ جاهزين. انت جاهز ولا تعبان من الدوري الانجليزي؟ لا الدوري صعب، بس لا اليورو مختلف اكيد. طيب نشاهد سويا هذا الاعلان الخاص بقنوات بين سبورتس الجديده ماكس، نتابع. بي ان كالعاده تنفرد بالتغطيه وتتفرد بطريقه تقديمها، وبناء عليه خصصت لكم بين سبورتس قنوات خاصه عاليه الجوده لتقديم البطولتين الابرز لهذا العام على مستوى كره القدم. يورو 2016 امريكا المئويه، وذلك على قنوات بين ماكس 1 وبين ماكس 2، يضاف إليها بين ماكس 3 للغة الإنجليزية وبين ماكس 4 للفرنسية. بين ماكس، اليورو وكوبا أمريكا بصورة مختلفة. أهلا بكم. إذن قنوات بي إن ماكس بصورة مختلفة. نذكركم مشاهدينا الأعزاء بأنه يمكنكم المشاركة دائما في حلقات بي وذ أس عن طريق الهاشتاج عبر تويتر بي إن يورو 16، المشاركة بالأسئلة والاستفسارات بما يخص موضوع كل حلقة. إذن بي إن يورو 16 للمشاركة عن طريق تويتر. الآن دعونا نشاهد آخر أخبار اليورو مع رشا البرغوثي. تشتعل كأس الأمم الأوروبية التي تنتظرها فرنسا بملاعبها ومدنها العشرة بأخبار تضم استبعاد اللاعبين ولقاءات ودية فيها ما يبشر وينذر بالقادم. لم يوفق منتخب إيرلندا أمام ضيفه منتخب روسيا البيضاء الذي تغلب عليه بهدفين مقابل هدف في مباراة ودية قبل خوض المنافسات الأوروبية، وتتواجد إيرلندا في المجموعة الخامسة بجانب بلجيكا إيطاليا والسويد. دافع مدرب المنتخب الفرنسي ديشامب عن مهاجم المنتخب أوليفييه جيرو مهاجم فرنسا الذي تعرض لصيحات قوية من الجماهير الفرنسية التي طلبت باستبعاد اللاعب عن القائمة، مفضلة بنزيما الذي قال بدوره بأن ديشامب استجاب لضغوط الطبقة العنصرية في فرنسا وقام باستبعاده. تعرض نجم أولمبيك مارسيليا والمنتخب الفرنسي لسانا ديارة لالتهاب في ركبته اليسرى بعد المباراة الودية التي لعبها ضد الكاميرون، وبعد أن أجرى الفحوصات الطبية اللازمة تبين أنه لن يتمكن من التعافي والعودة بشكل سليم مع موعد انطلاق المسابقة. Mes sensations étaient plutôt bonnes après le match, mais bon, le lendemain, au réveil, voilà, j'ai eu des petits soucis. Et puis je pense que c'est plus sage comme ça, c'est quelque chose que je traîne depuis plusieurs semaines, donc voilà, là il y a une grande trêve. Après, comme j'ai dit, il y a les échéances ici qui sont très importantes et voilà, avec mon inflammation, je pense que c'est mieux comme ça d'aller me soigner et puis de revenir plus fort dans quelques semaines. استبعد ديل بوسكي مدرب المنتخب الإسباني كل من إسكو وساول نيغيز من الركائز المتينة في أتلتيكو مدريد وريال مدريد من القائمة المشاركة في البطولة الأوروبية. لن يتمكن نجم بروسيا دورتموند الألماني ماركو رويس من المشاركة في نهائيات كأس الأمم لعدم بلوغه الجاهزية والتنافسية المرجوة، وتشاء الصدف أن يتم استبعاد رويس من القائمة في يوم عيد ميلاده 27. حظ سيء يا رويس. فاجأ المدير الفني للمنتخب الويلزي كريس كولمان وسائل الإعلام البريطانية باستدعاء لاعب وسط كريستال بالاس جو ليدلي للمشاركة في كأس الأمم رغم تعافيه قبل أيام قليلة من كسر في الساق. حصل المدافع رومان يوشتادتر الذي خاض مباراتين دوليتين مع المنتخب الألماني على الجنسية الروسية، ما يسمح له بالدفاع عن ألوان المنتخب الروسي لكرة القدم في البطولة الأوروبية ليكون آخر المنضمين للمنتخب واللاعب الوحيد من خارج الدوري الروسي. خرج لاعبو المنتخب الإنجليزي بكثير من التصريحات في هذه الفترة، أبرزها ما قاله جو هارت بأن عنصر المفاجأة سيكون سلاح إنجلترا في بطولة الأمم، وواعدا الجماهير المحبة للمنتخب بأنها ستسمع صوت الأسود. وجاءت التشكيلة التي أعلنها الاتحاد الإنجليزي ذات طابع هجوميا بضمها لكل من ستورج راشفورد وهاري كين وروني وجيمي فاردي. الفريق الإنجليزي فما شانس والتعادل العالمي عن طريق جيمي فاردي.
أما جيمي فاردي فهو يثير جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أقام الهداف الإنجليزي حفل زفافه على صديقته ريبيكا وسط مقاطعة تامة مع عائلته لهذه المناسبة. النجم الإنجليزي احتفل بالزواج قبل أن يعود لمعسكر منتخب إنجلترا، ولكن ما أثر الجدل ليس حفل الزفاف فقط، وإنما ما قام به شبيه فاردي لتشابمان الذي أخذ من عمله كساعي بريد إجازة لمدة 6 أشهر من وظيفته من أجل استغلال الشبه الكبير بينه وبين نجم ليستر جيمي فاردي في وسائل الإعلام البريطانية أثناء فترة البطولة. إذن أخبار جميلة ومنوعة مع رشا البرغوثي بما يخص اليورو. نبدأ السؤال عن من سلطان؟ عن بنزيما. عن كريم بنزيما. طيب من تبي تسأل أول شيء، الأخضر ولا طارق؟ لا الأخضر أنا عارف في الدوري الإسباني كما يحصل كما ضد ما يحصل. أوكي. مذيعنا الأخضر بنزيما غيابه كانت في الشامبيونز ليج على ريال مدريد أتلتيكو صعبة، ولكن هو جاهز ولكن ما شاركوه في اليورو. أولا سلطان رحب فيك في بين سبورتس. معليش رحب فيك. هو يبي يرحب فيك، يعني يقول لك مرحبا فيك مرحبا بك يعني في بين سبورتس. ها قول له شكرا لك. مشكور وجزاك الله خير. هو مضطرب لأنه هو من عشاق ريال مدريد. على فكرة هو جاهز للعب، لكن فيه مشكل غير رياضي حصل لبنزيما مع زملائه مع الصحافة لكن في عنصرية، لأنه المدرب ديشون لم يختار لا بنزيما ولا بن عرفة تونسي الأصل، كان يمكن أيضا يقدم شيء كبير للمنتخب، لكنه استعاد رامي الذي كان ضد المدرب وكان انتقد المدرب ديشون وانتقده بقوة، لكن يبدو أنه يحتاج إلى مدافع بعد إصابة فاران. لكن أنا أرى بأن ديشون سيندم كثيرا على عدم إشراكه بنزيما الذي أدى خدمة كبيرة لريال مدريد في الشامبيونز ليج وكذلك في الدوري، كاد أن يفوز بالدوري لأن كان فارق بسيط بينه وبين برشلونة. ويبدو أن أيضا بنزيما وقع في أخطاء كان بإمكانه أن يتجنبها، أن لا يتدخل ربما فيما لا يعنيه، أن يكون منضبط أيضا خارج الملعب. كم مرة كانت ضده محاكمة لأنه كان دائما يسوق سيارات أنت ما تسوق سيارة لسه كان دائما يتجاوز الحدود وعوقب في مرات كثيرة، لكن أظن بأن هذه ستكون صدمة بالنسبة لبنزيما عدم المشاركة في اليورو. نعم كلامك يا كابتن، ولكن تقدر تقول ان بنزيما مشاركته في اليورو يعني اذا مشاركته دشت في اليورو يعني تصير تغطيات حلوه الى فرنسا وتصير يعني اذا غاب يعني يكون المنتخب الفرنسي اكثر قوه مع وجود بنزيما. نعم يعني الحين اذا غاب بنزيما تقدر تقول ان جريزمان يلعب مكان بنزيما او مارشال. هذا عندك لاعب عمره صغير 19 سنه في مانشستر يونايتد او جيرو. هاي يعني معناته وجيرو يعني معناته ننتقل للدوري الانجليزي، يعني معناته الحين عند من نروح؟ تحول؟ ايه عن طريق دكتور طارق الجلامه. نتكلم عن لسانا ديارا، بما ان نتكلم عن ريال مدريد، هو كان لاعب في ريال مدريد. نعم. وصار خارج حسابات المنتخب الفرنسي. لسانا ديارا. ايه اكيد. لسانا ديارا ما راح يلعب مع المنتخب الفرنسي طارق. هو طبعا يمكن المنتخب الفرنسي من افضل المنتخبات عناصر، ومن افضل المنتخبات يجد الحلول في اللاعبين المتواجدين. غياب لسانا ديارا في وسط الملعب، لاعب ظهر بصوره ممتازه جدا مع مارسيليا واصبح مطلب من قبل الانديه الكبرى التي تنافس على البطولات الكبيره. وجهة نظري أعتقد أرجع إلى نقطة بنزيما، أعتقد في لاعبين تخسرهم البطولة وفي لاعب يخسر البطولة. بنزيما البطولة هي من خسرت بنزيما وليس العكس، لأن بنزيما من اللاعبين المميزين، من اللاعبين ركائز أساسية لريال مدريد، ساهم بصورة كبيرة جدا في تحقيق البطولة 11 مع ريال مدريد في الشامبيونز ليج. طبعا أنت مستانس لا تأثير إيجابي كبير. هالكلام هاي أنت مستانس عليه لا تأثير إيجابي كبير جدا. يعني الجماهير تثق فيه، وهذه نقطة مهمة جدا. عبد العزيز الأخضر يمكن في هذه النقطة يشاركني فيها أن الثقة ما بين اللاعب والجمهور مهمة جدا في البطولات، مهمة جدا في الاستحقاقات الكبيرة. هذا ما حظى في بنزيما يمكن اللي حصل في المباراة الأخيرة مع جيرو من الجماهير وصافرة الاستهجان عندما يستلم الكرة جيرو، هو ليس تغليلا في جيرو، إنما هو
مطالبة في بنزيما أنه يكون متواجد. أعتقد بنزيما لها أخطاء كثيرة على مستوى التصاريح، على مستوى الخروج عن المألوف بالإعلام، خصوصا في التصريح الأخير. بوجهة نظري يجب أن يأخذ الموضوع باحترافية ويلتزم الصمت في موضوع استبعاده عن المنتخب. رويس أيضا يغيب عن المنتخب الألماني، هذه ليست المرة الأولى، غير محظوظ مع كأس العالم، ولا حتى أصلا غير محظوظ مع بروسيا دورتموند، يعني صحيح. ذهب معظم زملائه القريبين منه إلى أندية أخرى. صحيح. وهذه هنا تبين كثرة الإصابات وعدد المباريات الكثيرة التي يلعبها اللاعب في هكذا مستوى، يعني أكثر من 60-70 مباراة في الموسم، هذا يؤدي إلى إصابات كثيرة. وهناك بعض اللاعبين لا يتحملون كثيرا أعباء هذه المباريات المتكررة في تشامبيونز ليج، في البطولات المحلية، في الكؤوس المحلية، تصفيات مع المنتخبات، خاصة عندما يكون هناك بطولة قارية مثل هذه البطولة اليورو 2016. نعم. استعرض الآن المجموعة الثانية، ايش رايك سلطان؟ نعم كابتن. طيب المجموعة الثانية تضمن من موجود في المجموعة الثانية؟ شوف الكلمة الأولى انجلترا هذه أنا ما أعرف أقولها. ليش عن قلت انجلترا تقول ما أعرف أقول انجلترا؟ شو الوصف؟ بعد المرة تتخبط تقدر تقول. أوكي. انجلترا، روسيا، ويلز، سلوفاكيا. يا سلام، سلوفاكيا. مجموعة قوية طارق جدا، يعني من المجموعات الأقوى، يعني في ظل تقارب المستويات، في ظل المباريات اللي لها طابع خاص. روسيا، انجلترا، ويلز لها طابع خاص مختلف عن البطولة، فهذه راح تضيف أيضا على المجموعة من قوة وأيضا من أهمية. المنتخب الإنجليزي في هذا الموسم أو في هذه البطولة مختلف عن البطولات الأخرى لسبب وجود لاعبين ظهروا بصورة رائعة مع الأندية، وتحديدا فريق توتنهام. بوكاتشينو عمل شغل ممتاز جدا مع فريق توتنهام، أظهر لنا عناصر رائعة، هي ليس العناصر مغمورة، هي موجودة، لكن كسبت الثقة من خلال الدفع فيها في هذا الموسم. داير، ديلالي لاعب مغمور جدا من الدرجة الثانية، أصبح الآن هو من نجوم الموسم. روز من اللاعبين أيضا المميزين. هاري كين هداف، هذا كلهم من توتنهام، وبالتالي نجاح فريق بعدد لاعبين إنجليز أعطى إضافة للمنتخب الإنجليزي. ماذا عن بقية المنتخبات الأخضر؟ أنا أتوقع بأن منتخب روسيا سيظهر بوجه مشرف، خاصة أنه يحضر لكأس العالم 2018 في روسيا. الفريق الذي لا يخسر شيء في هذه البطولة، يعتبرها بطولة تحضيرية. لكن هناك أيضا منتخب سلوفاكيا الذي في التصفيات كان في مجموعة إسبانيا، فاز على إسبانيا وتصدر أيضا المجموعة، بل كان ثاني المجموعة التي تصدرها إسبانيا، ولديه لاعبين أيضا ممتازين ينتشرون في كثير من الأندية الأوروبية. دون أن ننسى أيضا لأن ويلز يحضر للمرة الأولى، وأيضا حبيبنا مناصر ريال مدريد سيكون موجود اللاعب الكبير جاريث بيل. لا، لاعبك المفضل تحبه صح؟ تحبه؟ نعم أكيد، كلاعبك المفضل وكمهارة وكسرعة جري عند جاريث بيل أكيد كان تقدر تقول أنه تحبه، لأن جاريث بيل لاعب تقدر تقول أنه متكامل، لأن بيل في ريال مدريد يعني صعب أن غيابه في المباريات. هو يعني جاريث بيل يعني سرعة الجري عنده في ريال مدريد وفي تعبه وفي جهده يعني من أحسن هو رونالدو. أنت لو أنت مكان زيدان الحين مباراة نهائية مثل مع أتلتيكو، أنت المدرب، قالوا لك عندك اثنين، يا بيل يا رونالدو، من تلعب؟ أنا ما أقدر أقول لا رونالدو لا جاريث بيل. رونالدو في مباريات لما كنا خسرانين 2-0 ولكن رجع النتيجة 3-0 إلى ريال مدريد. كريستيانو رونالدو كان في ريال مدريد في يوم ما كان في إصابة، ولكن جاريث بيل في مباريات النهائية أنا أرشح جاريث بيل، لأن رونالدو عنده إصابة ومتحركات تواجد في ريال مدريد. على مشجع ويلز إن شاء الله. تشجع ويلز؟ تشجع والزاوي. لا أنا أكيد فرنسا، كنت أتمنى أن يأخذ فرنسا، ولكن كنت أتمنى للحين الفرص قائمة، خليك في المجموعة للحين. طيب نستعرض مشاهدينا الأعزاء الآن جدول مباريات المجموعة الثانية، تضم طبعا منتخب إنجلترا، ويلز، روسيا وسلوفاكيا. بداية مع مباراة ويلز سلوفاكيا في 7 مساء
في 11 من يونيو، بالإضافة إلى مباراة أخرى الساعة 10 مساء إنجلترا مع روسيا، مباراة قوية. 15 من يونيو الساعة 4 مساء سيكون هناك أيضا موعد مع لقاء روسيا سلوفاكيا. في 16 إنجلترا ويلز في الساعة 4 مساء. 20 من يونيو أيضا هناك مباريات في نفس التوقيت 10 مساء، روسيا ويلز سلوفاكيا وإنجلترا. الآن نذهب ونستعرض من مقتطفات من طبعا برنامج وثائقي خاص بأحد أفضل الحراس في أوروبا. تابع. Ja, ich habe grundsätzlich schon immer mit dem Ball gerne gespielt, ist jetzt auch unabhängig von der Größe, war es egal, ob es jetzt ein Tennisball war oder ein Fußball. Ich habe noch einen älteren Bruder und mit ihm habe ich, und dadurch, dass ich immer so sportbegeistert war, habe ich meine Eltern natürlich genervt und sie wollten mich dann halt irgendwann auch wirklich dann zum Verein schicken, und mit 4 Jahren habe ich begonnen, habe Fußball gespielt, habe direkt bei Schalke 04 auch dann angefangen, und zu der Zeit gab es kein Torwart. Ich wollte eigentlich im Feld spielen, und der Trainer hat zu mir gesagt, nee, du kommst ins Tor, und dann habe ich meinen Job ganz gut gemacht und bin dann auch nicht mehr rausgekommen. Also Manuel Neuer wusste unbedingt, was er wollte, sowohl schulischer Seite, als auch was seine Fußballkarriere anging, obwohl er da im 10. Jahrgang, Sie werden es kaum glauben, wenn Sie ihn heute sehen, er ist ein Modellathlet, wenn ich vor ihm stehe, heute fühle ich mich ganz klein. Und er zu der damaligen Zeit im 10. und 11. Jahrgang relativ klein war. Er war deutlich kleiner als ich, um die 1,80 Meter. Und er hatte manchmal Befürchtungen, dass er sagte, Hermann, wenn ich nicht mehr wachse, wird es mit meiner Fußballkarriere wohl nichts werden, ganz nach oben. Obwohl er davon überzeugt war. Ich habe gerade mit ihm das Gespräch noch geführt. Neulich war ich in München und habe ihn besucht, und er sagte, ich wusste, dass ich schaffe, aber ich hatte wirklich Bedenken, was meine Körpergröße angeht. Aber heute, wie gesagt, wenn Sie ihn sehen, so ein Modellathlet, ganz wunderbar. إذا مانويل نوير على ماكس 1 في 8 من يونيو بالتوقيت التالية، فيلم وثائقي خاص بهذا الحارس الألماني. الآن نذهب مباشرة لتشكيلة إنجلترا مع دكتور طارق الجلال. حقيقة روي هودسون محظوظ لأنه يمتلك هذه العناصر الموجودة، لأن الخيارات رائعة بالنسبة له، وخصوصا لما نتكلم عن العناصر الموجودة. يعني لما نتكلم عن لاعبين برزوا مع أنديتهم، خصوصا الدوري الإنجليزي دائما كان له انعكاسات على المنتخب. بكل تأكيد حراسة المرمى دائما محسومة لهارت، وهو الأفضل على مستوى الدوري، قدم مستوى رائع في نعم. الشامبيونز ليج مع قدم مستويات ممتازة جدا. الخيارات على الخط الخلفي نتكلم عن وولكر لاعب توتنهام، سمولينج، كيهل، رودز، أغلبهم يعني برزوا مع أنديتهم بصورة ممتازة جدا. وسط الملعب قد يكون في يعني يمكن رسم التكتيك 4-3-3، هذا كان مطروح من مباراة أمام تركيا. لعب روي هودسون الشوط الأول بال4-3-3، لكن الشوط الثاني أجرى تغيير ولعب بال4-4-2، والدفع بفاردي مع كين كرأسين حربة. وسط ممتاز، وسط رائع، داير من اللاعبين الممتازين. عودة وولشاير، نتكلم عن وولشاير يعني أنه كان غائب عن الملاعب بسبب الإصابة، عاد خصوصا في المرحلة الأخيرة وهو إضافة للفريق. راشفورد أعتقد راح يكون له دور في هذه البطولة. نتكلم على رونالدو. تدري أنا أتوقع أنه يمكن سلطان أول مرة يشوف حد يحلل قدامه، فهو سرحان فيك يعني قاعد يطالع. لا سلطان، صح سلطان؟ يعني الضيوف القبليين ما كانوا يحللون كذي، ها؟ شوف طارق ترى بس يحلل، عطى كورة وبيحلل هو. أنا كان ودي أتكلم عن فرنسا ما تقدر. لا فرنسا خلاص. هو يحب فرنسا. إيه فرنسا على فرنسا، خلاص خل فرنسا بعدين. خلاص. خليك مع انجلترا. ايه احنا تكلمنا عنه المجموعه الاولى، الحين المجموعه خليك مع الانجليز. الملعب الحين انجلترا، بالملعب طيب. موجود انجلترا. طيب في واحد من ربع طارق سالناه بعض الاسئله عن اليورو، تبي نشوفه؟ نتمنى نشوفه. بنضحك وياه، ها؟ توقع من؟
طارق؟ والله ما ادري. امس حطيناه حازم. لا حازم خذناه. نشوف ايه ده؟ ده اسئله كده؟ فرنسا؟ مش عارف. 88. في 96 كسب منتخب التشيك وكان منتخب التشيك ما كانش مشارك في البطولة وتم استدعائه. كان اسبانيا خدت البطولة. اسبانيا وايطاليا. ثلاثة 0. بلاتيني ممكن تبقى بلاتيني ممكن. لا مش فاكر. في هولندا وبلجيكا 2000 ده واوكرانيا. لا انا تاريخ في اليوروز في كاس العالم كويس، انما اليوروز لا يا عم، انا ما اعرفش تاريخ اليورو كويس. شاهدنا اذا ميدو طارق. طبعا انا اعتب على الاعداد، المفروض كانوا يسالونه قبل الحلقه، قبل لا نحلق شعره، لان بين المعلومات كانت موجوده. يعني المعلومات مع الشعر لو خلينا قبل ممكن يجاوب افضل. ايش رايك في معلوماته الاخضر؟ شاب هو، يعني بطولة 1960 هو من مواليد 1960. صعب انه يكون يعرف كل هذا. طيب يعني كان في امتحان خاص في طارق عرضناه امس، والحلقه الاولى كان مع حازم امام. يا ساتر. زين، نستعرض النتيجه نشوف معلومات المحللين شلون صارت يعني بعد هذا الامتحان. منو اللي في الصداره الحين؟ قتاوي. طارق الجلاهمه في الصداره ما شاء الله. اي بس تو الناس. بس انت ما شفت الامتحان هذه ها؟ لا والله ما شفته والله. لا لازم نفسي والله. خلاص لما نخلص حسام ميدو نجم الكره المصري 1. لا بس حازم امام يمكن جاوب يمكن سؤالين او 3. لا شوف الوقت كان صراحه مفاجئ. سالتونا بوقت مفاجئ. اي لا عشان تنشط نفسك يعني تجدد معلوماتك قبل اليورو، قبل ما ندخل اليورو. لا الحين نشطنا نفسنا وتونا قعدنا انا سلطان فوق راجعنا شويه. ها ايش رايك سلطان؟ سلطان ما شاء الله دارس هذا. كابتن طارق الجلاهمة، يعني انا كنت امس حسبت اغلاطك وحسبت الصحيحيات اللي عندك. انت كابتن طارق الجلاهمة تستاهل انك تكون الاول عليهم، لانك انت ما جاوبت كثير غلط. انت قاعد الحين تمدحه عشان هو عشان كويتي. عشان كويتي ها؟ لا قد تساوي. لا قد تساوي بعد. لا تجي قادسيه. زين خلاص انا الحين دام ان انت حبيته انا بعطيه مهمه الحين يسويها. اوكي ايش رايك تعلق؟ اعلق. شوف الهدف، نبيك تعلق على احد الاهداف. هذا الهدف هدف اليونان ضد البرتغال. هذا الافتتاح ولا النهائي؟ يورو 2004. هذا افتتاح؟ تقدر تعلق؟ او شيء افتتاح هذا النهائي. انت تسالني انا اول شيء نفذ الطلب بعدين. انا اتنازل حق الاخضر. لا الاخضر بيعلق. لا الاخضر بيعلق مو مشكله. انا اعتزلت. لا بس انت تعلق. ماني في التعليق. هو عرفتي. يا الله شوف يلا الحين ابي لا انت لازم تعلق الحين. نبي نفس فهد العتيبي فارس عوض. لا تقلد، احنا نبي تعليق او لون خاص فيك انت. اي ما لي فيها بس يلا. وين انت عاجبك الهدف اول شيء ولا نغيره؟ حلو. لا حلو الهدف. حلو الهدف ها. زين من اللي جاب الهدف؟ حلو هذه. زين يلا ابدا. يلا ركنيه ترفع. يا سلام ما شاء الله. يا سلام عليك يا سلطان. يا سلام. لا احنا نبيك تكمل. احنا نبيك تكمل. هذا سلطان خلاص تعيش لا تقاطعه. خلاص لا تقاطع لا تساعده يا اخي. يلا مره ثانيه. وين عطنا؟ يلا يلا عطنا الجول.
ركنيه في الدقائق الاخيره، طبعا ما اوكي يلا مشي. الركنيه الاخيره في المباراه، اليونان منتخب اليونان ترفع وبالراس، يا سلام من اول ما الله ذكرنا بكابتن خالد الحربان. لا وين طيب الحين نايم مالي في الحين نبي نرجع الذاكره شوي. يلا انا اعتزلنا يا اخي. نبي حبيبي بيعلق. انت شكلك مليت من التعليق يعني. طبعا سنين ما شاء الله طويله تعلق بدايه يعني كما اتذكر انا يعني احنا مدرسه قديمه وناصر كمين مدرسه قديمه. الجميع يتذكر طبعا الدوري القطري مع الاخضر بالريف. اخر بطوله اظن فاز فيها الريان. اخر بطوله كاس الامير. طيب هذا بيرهوف يعني 96. نعم 96 في انجلترا. نعم. كلينسمان ينطلق من هناك، رقم 18 في وسط الملعب، ماذا سيفعل بالكره؟ يرفع مباشره بيرهوف يهيئ هذه الكره، يحتفظ بها مره ثانيه على اليسار، يسدد وفي المرمى. ما رايك؟ ما رايك؟ الله 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 لسه في قوه. محترف. يلا الحين تعلق انت بيرهوف. ها كلينسمان وبيرهوف. طبعا انت قبل لا تنولد. نعيد لك وتعلق بس مو بمديره، ما في لا تقلد فهد العتيبي. نبي لون خاص بسلطان، سلطان العنزي، عشان بكره تكون معلق معنا. لا تقلد. يلا برهوف اسمه. ايوه برهوف يلعب كره برهوف يسدد. برهوف كانت عند التسديده حلوه كره ولا اروع، كره حلوه اكيد. هذا هدف شوف الجول. انت هو شبك رؤوف خليف تونسي على خليجي. هو دخل بين الخليجيين والمغرب العربي. شكرا واحد يا اخي. شكرا لك. طيب دعونا الان مشاهدينا الاعزاء نشاهد شاهد على اليورو، واحد ابرز ذكريات نهائي يورو 2000. نتابع. Donc Sylvain Wiltord égalise, on est à la 93e, on attaque les prolongations, et là avant le coup d'envoi, il y a Marcel Desailly qui vient vers moi, en plus avec ce regard un peu dur, et il me dit bon maintenant on va voir de quoi tu es capable, mais froid, et il repart. Donc c'est à dire que j'ai même pas le temps de lui répondre quoi. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me dit, pour qui il se prend? Donc j'ai gardé ça en moi. C'était peut-être, je sais pas, peut-être pour toucher mon orgueil, tout simplement. الهدف القاتل أو الموت المفاجئ. نعم. إذا نشاهد بعض المشاركات من تويتر، بداية مع سلطان. واحد يسألك تتفرج في أفلام الكرتون ولا لا سلطان؟ سؤال سخيف جدا. شلون؟ لا هو مو بسخيف، مو بسؤال سخيف. هو محلل الآن يا أخي. يعني مو بسؤال سخيف، بالعكس احنا كلنا نطالع كرتون يعني. كنت قبل طبعا. صح ولا لا؟ اي يعني انت ما طالع عمرك 9 سنوات. لا الآن خلاص محلل. لا أنا كان من 7 سنوات للحين أنا شاهد في بي ان سبورت، أو 5 سنوات. يعني شلون يمكن كنت صغير كنت أشاهد كرتون. نعم. طيب نسأل كابتن طارق الجلاهمة عن بعد مشاركة جميلة جدا، يسأل عن المرشحين للعب الدور النهائي أو المباراة النهائية. والله صعب التوقع، يعني في المنتخب الفرنسي يمتلك عناصر ممتازة، المنتخب الإنجليزي يمتلك عناصر، المنتخب الإيطالي لا تستبعده دائما دائرة المنافسة، المنتخب الألماني فصعب، يعني أعتقد لها 4 الأسباني. والله صعب بس أنا أشوف الأكثر حظوظ المنتخب الفرنسي. طيب سؤال الأخضر بالريش، هل استبعاد إيسكو مستحق، وهل استدعاء فاسكيز سيكون ناجح؟ هذا بالنسبة للمنتخب الإسباني. ربما لأن المدرب أدرى بحالة اللاعب شاهدنا لم يكن مرتاح كثيرا، حتى في الدوري الإسباني مع ناديه ريال مدريد لم يكن يشاركه كثيرا زيزو، هو وخامس لم يعودوا في حسابات المدرب زيزو. شاهدنا في النهائي لكن دخل لم يقم بأي دور، يعني كاد ممكن أن يكون هو سبب الهزيمة لو هزم ريال مدريد، لكن المدرب أدرى. أظن فاسكيز لأنه يقوم بأدوار كثيرة، فاسكيز ممكن يلعب في 6 مراكز، ممكن يكون مدافع، ممكن يكون جناح أيسر، ممكن يكون في الوسط، ممكن يكون مهاجم إضافي، لهذا السبب يحتاجه كثيرا المدرب ديل بوسكي. نعم. طارق، سؤال عن منتخب
ربما يكون غريب بعض الشيء. بداية من تتوقع أن يكون الحصان الأسود ورأيك في منتخب سلوفاكيا؟ يكون الحصان الأسود برأيك في البطولة؟ ممكن منتخب سلوفاكيا مثل ما تكلم الأخضر بداية الحلقة أنه كان في مجموعة صعبة واستطاع أن يكون منافسه بقوة الوصول. قد يكون هو بعيد عن الترشيحات وبالتالي هذا يغلظ الضغط على المنتخب ويكون له دور في أن يصل إلى مراحل بعيدة البطولة. إذا وصل البرتغال للنهائي كريستيانو تكون أنت مستانس طبعا. لا أنا ما أحب في البرتغال. ما تحب الدولة البرتغالية مو يلعب في ريال مدريد، يعني المفروض تكون مستانسة. أي تقدر تقول إني أفرح لما يدش البرتغال، لأن يعني أول مرة في التاريخ في 3 لاعبين مفضلين فريق في دولة واحدة أو لاعبين يدشون في النهائي في شكل قوي، في شكل كبير. شكرا لك. عندك لقاءات صح؟ سويت لقاءات أنت أمس؟ نعم. شوف لقاءاتك. تابع لقاءات سلطان العنسي. الحين ودنا نسأل الشباب ونشوف شو يحبون بالمنتخبات. أكيد وإن شاء الله نرجع لكم مثل أمس، وإن شاء الله تكون أسئلة حلوة وسهلة عليهم ما تصعب. اللي تحبه أو أفضل لاعب؟ المنتخب اللي بحبه منتخب ألمانيا في اليورو، يعني منتخب ألمانيا، وأفضل لاعب كريستيانو رونالدو. يا إلهي أمس كرة من نارة يسدد جول يا إلهي. الفهد مثلا لما بيجيب الجون روع روع روع. سنوه. اسمك بالخير يقول لي. سهلا. أنا محمد مصطفى. محمد مصطفى. شنو الفريق أنت شكلك تحب باريس دورتموند؟ طبعا بحبها جدا يعني. شنو يتحدى فيك مروحك الرياضية؟ على ليفربول. تعرف ليفربول؟ أنت كل شوي طالع لي فريق هذا عشان مدربهم راح جبت ليفربول. أنت متابع صح؟ إيه. أيوه صح، عشان مدربهم راح ليفربول. أنا بشجع ليفربول. زين شنو اللاعب اللي تفضله مو باليورو بالعالم؟ بالعالم؟ جيرارد. من سوف ينتصر ما لك قدر يطلها صرخ مديرة. من وجهة نظري التي لا قيمة لها. تعرفهاش هذا صح؟ فيفو بشي فيفو بشي فيفو بشي فيفو جول فيفو بشي فيفو جول. كان ودنا نلتقي في شخص آخر ولكن نجي من هذول الشباب. أنت أبو الأحمر تبي تسوي لغاء؟ والله عادي ما عندي أي مشكلة. شنو أفضل لاعب تحبه؟ أفضل لاعب لا تشافي ألونسو. اللي عرفانه يا رباه يا رباه. أنا كابتن. اسمك بالخير؟ خليل. شنو تحب؟ شنو أفضل لاعب تحبه؟ ماركو رويس. شنو أفضل معلق تحبه لأن راح تعلق الحين؟ عصام الشوالي. علق عصام الشوالي يا كبير. بالشباك حاتهالو بالشباك حاتهالو ما خطرتش على باله يوسف المساكني. يا رباه يا رباه يا رباه. أعزائي المشاهدين كيف ترون هذا أصغر معلق هني ترون يحب زين علق لنا. بس أنت أنا أول ما سمعتك بس اللي سمعتك جول جول جول. أنت انتهت بطاريتك صح؟ بطاريتك. أقول مدريد أنساكم خلاص خلاص يا جماعة. هذا انتهت بطاريته مثل هذا اليوم والمقابلة الحلوة غدا. يا سلام. شكرا سلطان. شكرا شكرا شكرا. هدف جميل. بس ما سويت حتى لعبت كورة في نفس الوقت. لازم تسوي الحركة. لا تسوي. شكرا لك سلطان. شلون شفت الأجواء عندهم في سباير؟
في والله أنا هذاك في معلق اللي ها كان بس واحد شفته أكثر منك. اللي انتهت بطاريته خلاص. زين. في تعليق أنا كان ودي يعني هذا المعلق اللي يتكلم عنه معلق كبير، معلق تونسي عصام الشوالي. أي عصام الشوالي يقول في الشباك حاطها له. هذا تغريد أو الصلد. عجبك؟ نعم. طيب نشاهد ذكريات اليورو مع أحد أفراد عائلة بي إن سبورت وماذا قال عن هذه الذكريات. نتابع. يقول مساء الخير. طبعا بداية اليورو كانت في 2004. 2004 كان التعليق فقط من البرتغال، والاستوديو كان في الدوحة مع أيمن جادة. وكنت في فندق بعيد شوية على الملعب على المدينة، لكن عنده حديقة طيبة والطقس كان ممتاز وقت. فكنت في الحديقة وراء الفندق، يدوروا علي ما حصلوني، فاكريني متأخر. في النهاية واحد من الفندق النصف النهائي دائما عنده نكهة خاصة. لنبدأ شيئا فشيئا، ننتظر ضربة البداية الأولى لكأس أوروبا 2008. فما عنديش ذكرى متوسطة أو شيء، معناها من 2004 لليوم ذكريات اليورو ذكريات هايلة، لأنه نكهة خاصة ودورة طويلة، وكل يوم فيه مباريات، وكل يوم فيه تشويق، وكل يوم فيه شيء جديد. تعيش الدورة من الأول حتى الآخر، تتجند الدورة، يعني ما عندك شيء في حياتك في الشهر هذاك إلا اليورو. دائما اليورو يحظى باهتمام كبير وبأجواء ممتازة. يعني احنا دائما نتحسن، معناها في كل 4 سنوات عندنا تحسن على مستوى التغطية، وهذا شيء هايل بالنسبة للبيين وبالنسبة للي يشتغلوا في البيين، لأنه في كل مرة في حافز، لأنه في كل مرة في شيء جديد، لأنه في كل مرة لابد أن تأتي شيء جديد. هذا العام أعتقد هو العام أكثر امتياز، لأنه سيكون بلغات عديدة، سيكون بالفرنسوية، سيكون بالإنجليزية، سيكون بالإسبانية وبالعربية طبعا. فهذا شيء مميز، يعني ما صارش قبل بالنسبة لقناة عربية أو حتى قناة عالمية. يعني ما فيش قناة كانت عملت أو غطت دورة بهذه الكيفية من اللغات وبهذه النوعية والتنوع للاستوديوهات. وهذا اللي نصبوا إليه، وأنه بي إن سبورت تكون دائما في أحلى. أتمنى التوفيق للجميع، لأنه احنا ما يمشي معنا إلا التوفيق، ويمشي معنا إلا النجاح. لا مجال وأننا نتراجع، احنا للأمام ودائما للأمام بفضل مجهودات الجميع وتضافر مجهودات الجميع بإذن الله في قنوات بي. إذن حديث لمقدم طبعا استديوهات الدوري الإيطالي وبعض المناسبات في بي إن سبورت هشام الخاصي عن ذكريات الخاصة باليورو. كنت معهم الأخضر وكانت هناك ذكريات جميلة بكل تأكيد. نعم، كانت أول بطولة كبيرة بالنسبة للجزيرة الرياضية هو التغطية من خارج الدوحة. كانت هذه أول بطولة. كان المقر في لشبونة، وكان هناك من يسافر يوميا 600 كيلومتر لكي يعلق على مباراة. عددنا كان قليل جدا، لكن طموحاتنا كانت كبيرة. زميل أيضا أيمن جادة كان هو المذيع الاستديوهات من هنا من الدوحة. كنا 4 معلقين هناك، كنا نقوم بكل شيء. كنا في الصبح مثلا نقوم بتحضير تقرير خاص على المباراة أو المباريات، وفي المساء هناك تعليق على مباراة. كان زميل يوسف سيف، كان أيضا زميل هشام، وكذلك أيضا علي محمد علي، كنت أنا، وكان بعض الأشخاص فقط في التحضير. العدد كان قليل جدا، لكن كان تحدي كبير. وأنا أذكر دائما بأن هذه البطولة
كانت البطولة الأولى التي فتحت شهية الجمهور العربي ليتعرف أكثر على إمكانيات هذه القناة الفتية التي تمكنت من تغطية لهذه البطولة الكبيرة وبعدد بسيط جدا نظرا لما هو موجود الآن في بي إن سبورتس. الآن الإمكانيات تغيرت وأصبحت التغطيات أكثر احترافية وبشكل أوسع. طارق بكل تأكيد طبعا مع تطور الزمان، مع الأهداف الكبيرة بالنسبة للتغطيات وأيضا البطولات الحصرية، أصبحت التغطية مختلفة، أصبح هناك في عدد كبير، هناك في عمل كبير أيضا، وأعتقد هذا الشيء يواكب البطولات التي تغطى عن طريق البي إن سبورتس. نعم. إذا تعليق 4 معلقين فقط في بطولة اليورو الآن بشكل أوسع، طاقم أيضا بعدد كافي يسع لجميع البطولات والحصريات الأخضر. بالفعل حتى التكنولوجيا الآن يعني تقدم لك كل شيء عكس ما كنا عليه في 2004، خاصة السفريات. أنت تسافر على متن سيارة لمدة 4-5 سنوات لكي تصل إلى ملعب مثلا في بورتو، أنت في لشبونة، تنتهي من المباراة مباشرة تعود إلى المقر إلى لشبونة إلى العاصمة لكي تحضر لمباراة الغد. يعني ليس هناك راحة إطلاقا، لكن كنا نعيش أجواء هذه البطولة، كنا مرتاحين لأن هناك لذة في الأخير في هذا العمل. صحيح. هناك تضحيات، لكن التقينا لاعبين كبار، نجوم كبار، خاصة منتخب فرنسا، إيمي جاكي مثلا، ومدربين كبار كانوا موجودين، تيغانا، بلاتيني قبل أن يصبح مسؤولا. كل هؤلاء كانوا ضيوف في الجزيرة الرياضية في ذاك الوقت، وكان اكتشاف بالنسبة للعالم العربي لهذه القناة الرياضية الأولى بهذا المستوى وبهذا الشكل. نعم. نعود مرة أخرى لأجواء اليورو. طارق، في بعض المشاركين يسألون طارق الجلاهمة من يشجع؟ يقولون أنك تشجع منتخب إيطاليا. يزن يقول أنك تشجع منتخب إيطاليا. ورأيك أيضا في التشكيلة المعلنة للمنتخب الألماني؟ والله أنا يعني ما عندي منتخب أوروبي محدد، أحب الكرة الجميلة. يعني تسألني عن المنتخبات على مستوى العالم، أنا تشجع منتخب إيطاليا؟ أشجع منتخب الأرجنتين، صريح وواضح. طيب. لكن على منتخبات أوروبا، بطولة أوروبا ما لي منتخب، لكن أشوف الكرة الجميلة. يعني خيارات بالنسبة للوف المنتخب الألماني، أعتقد أكثر واحد خبير في عملية الإمكانيات الموجودة هو لوف. صحيح. حقق معهم بطولات رائعة، حقق معهم بطولة كأس العالم، يعرف الإمكانيات. يمكن في انتقاد بسيط عليه على أنه هو يريد أن يستعين بشفاينشتايغر والمصاب من فترة طويلة مع مانشستر يونايتد، ولكن هو يعرف الإمكانيات ومدى خدمة شفايني للمنتخب. نعم. سؤال آخر الأخضر، ما هي حظوظ منتخبات بلجيكا وتركيا وإنجلترا في ظل وجود ألمانيا وإيطاليا وفرنسا؟ بلجيكا وتركيا وإنجلترا. بلجيكا منتخب كبير، وهذا كان واضحا في كأس العالم الأخيرة. الكرة البلجيكية عادت بقوة، عدة لاعبين الآن صدروا من بلجيكا إلى أندية أوروبية كبيرة. أزار الذي لم نشاهده كثيرا مع تشيلسي قد يكون أيضا الورقة الرابحة بالنسبة لهذا المنتخب. تركيا رغم العنفوان وفتح تريم نعرف بأنه يعطي الشخصية لهذا المنتخب التركي الذي يمكن أيضا يذهب بعيدا. لكن منتخب إنجلترا دائما، وأنا دائما أسأل نفسي أقول كيف بيت كرة القدم إنجلترا لم تفز حتى الآن باليورو؟ يعني شيء غريب يحدث. الكرة الإنجليزية كأس عالم واحدة فقط. نعم، كأس العالم فازوا على الأقل، وفازوا بطريقة يعني 66 نعرف الهدف الذي بطريقة أو بأخرى على نعم. لكن في اليورو لا تفوز. يعني اليونان فازت باليورو، فكيف إنجلترا لا تفوز؟ أنا أظن أفضل بطولة لعبها الإنجليز كانت عام 96 مع تيري فينيبولز، يوم كانت البطولة في إنجلترا. لكن هذا الموسم شاهدنا بأن هناك بزوغ مثل ما قال الكابتن طارق، بزوغ لاعبين شباب بسرعة فائقة، وربما هؤلاء هم الذين سيقدمون أول كأس لإنجلترا. منتخب إنجلترا، ايش رايك في منتخب إنجلترا؟ في لاعبين، يعني لاعبين ما تتوقع. كان الهجوم وروني يمكن يغيب عن المباريات. يمكن يغيب عن المباريات. ها ايش رايك طارق؟ ليش يغيب؟ روني كان مصاب، رجع متاخر. لا اعتقد يمكن راح يكون موجود، لكن بتغيير مركزه، تغيير مركزه اللي يتناسب مع، يعني ممكن يكون كين وفاردي. نعم، كين وفاردي يكون تحتهم ويروني، كان افضل. قوه هجوميه ضاربه الاخضر بتكون مع المنتخب الانجليزي.
طبعا، لكن هي مباراة ويلز ديربي كبير في هذه المجموعة. وعلى فكرة ويلز فازوا على انجلترا في الريجبي، سمعت طلعوهم من كأس العالم. هناك ثأر يعني بيكون في ثار. تعرف الريجبي؟ تعرف شنو لعبة الريجبي يا سلطان؟ الرجبي أنا ما أعرفها. اللي يمسك الكورة هذه ويتداعمون. ايه عشان ياخذوا الكورة. ويلز فازت على انجلترا في بطولة العالم للرجبي وطلعت انجلترا. يعني الحين انجلترا لازم تاخذ ثارها من الويلز. ها؟ بعدين ديربي، هذا ديربي. كرة القدم. كرة القدم هي ديربي هذا. ديربي كبير. ها؟ طيب طارق، كلمة عن يورو 2016 وتغطية بي ان لليورو. طبعا بطولة، واعتقد التغطية على قدر هذه البطولة الكبيرة. اتمنى التوفيق ان شاء الله بيدخل معنا شهر رمضان ان شاء الله. كأس العالم طبعا ان شاء الله راح يكون فيها مرة مع بطولات عديدة يعني مع كوبا امريكا. ان شاء الله راح تستمتع الجماهير في بطولة تكون رائعة من قلب الحدث ان شاء الله. الأخضر طبعا كالعادة مسؤولية كبيرة بالنسبة لكل أبناء هذه المحطة طبعا، لأن بين في الأخير تنافس نفسها. يعني ليس هناك في العالم العربي من لديه هذه الإمكانيات وهذه الحقوق، فهذا أيضا تكليف آخر ليس بالتشريف، وإنما هناك عمل كبير يجب أن نقوم به، لأن الجميع ينتظر منا أيضا أن نقدم خدمة إعلامية كبيرة. لكن أنا أرى بأن هناك منتخب نسيناه ممكن يأتي في المجموعات المقبلة. منتخب كرواتيا ممكن أن يكون مفاجأة لهذه البطولة، خاصة يملك لاعبين كبيرين هما مودريتش وأيضا راكيتيتش. نعم، من الممكن أن يكون إذا منتخب كرواتيا الحصان الأسود في هذه البطولة. نشكر المنضمين إلينا في بي وذاس من عائلة طبعا المقدم والأخ العزيز الأخضر بري، شكرا جزيلا لك. شكرا حبيبي، شكرا لك. وشكرا لدكتور طارق الجلاهمة، شكرا جزيلا لك. شكرا عزيز. اشكرهم. لنا الشرف انكم اليوم طلعتوا ويانا في بي ان سبورت، وهذا اليوم فاضل لان ويا دكتور طارق الجلاهمة ويا مذيعنا الاخضر. شكرا جزيلا لك. ونتمنى لك التوفيق ان شاء الله. وياك. اتمنى لك التوفيق. وانا اتمنى. واصل. مشكور. شكرا سلطان. العفو. شكرا. الحلقة كانت مميزة. شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدينا الأعزاء، مع الختام نستعرض هذا الإعلان الخاص بتقنية 4K فائقة الجودة من شبكة قنوات بي ان. إلى اللقاء.